من جماليات اللغة العربية أن اللفظة إذا تغير أو تغيرت حركتها تغير معناها. ومن هذا الفرق بين الكلام بفتح الكاف والكلام بكسره والكلام بضمه، فثمة فرق بين الكلام والكلام والكلام. وفي هذا قال الناظم: فأما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام، لليبس والتصلب. فأما الكلام فهو كل لفظ مفيد حسن معناه، وأما الكلام فهي الجروح، ومن ذلك الكلم أي الجرح أو الجرح. ونقول كلمه يكلمه بمعنى جرحه، ومن ذلك المكلوم، والمكلوم هو المجروح. ولذلك قال الشاعر: أجتني اللذات مكلوم الجوى، بمعنى مجروح الجوى. ومن ذلك التكليم أي التجريح. أما الكلام بضم الكاف فيقصد بها الأرض الغليظة أو الموضع الصلب. إلى مثلث لغوي آخر. السلام عليكم ورحمة الله. رمضانكم مبارك سعيد.